لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده السوق ولسه مخلصه دلوقتي حالا السوق بتاعنا. فانتوا عارفين انا بحب اروح اسوق بدري، يعني اصلي الفجر واروح على طول. يعني الحمد لله ده ربنا ما يطيحها عاده يا رب ان انا اروح بدري كده، لان بتروحي بقى تنقي بقى كل حاجه كده، وش العدايات والحاجه تبقى نظيفه، وتاكل الحاجه كده بنفس ان شاء الله. النهارده السوق زي السوق اللي فات، تلاقوا البياعين شويه والحاجه مش نظيفه اللي معاهم، والله المستعان. ده طبعا بيدل ان هما ما بيجيبوش زرع جديد، هما جايين البلد بيبقى معاهم بايت، وده برضو يدل ان هما برضو ما فيش سحب على الحاجه. يعني كانوا بيبيعوا الحاجه دي البلد قبل كده كانت بتخلص معاهم، لا ما خلصتش جابوها يبيعوها عندنا. فطبعا الحاجه ما عادتش قد كده قولوا معايا في النظافه بتاعتها وفي القيمه بتاعتها زي الاول يعني. فاحنا طبعا مجبورين ان احنا نجيبها، نروح نجيب بقى من طنطا وكده، بيبقى مشوار عليا. فالمهم جبت بقى النهارده التسويق بتاعي. ما طبعا الفاكهه ديت استحاله اجيبها في رمضان نهائي، جبتها السوق اللي قبل رمضان، دخل علينا رمضان. كنت جايبه 2 كيلو موز ب25، كنت مش عارفه كنت مصوره معاكم الفيديو ده ولا لا. والله ما اتاكل منهم صبع، شوفوا صبع ما اتاكل منهم. 2 كيلو باظم، جيت عشان اعملهم عصير نفسي كشت منهم، رميتهم كلهم للطيور بره. يعني الفاكهه ما بتتاكلش عندنا في رمضان نهائي. ممكن ايه اللي يتاكل بقى؟ البرتقال اعمله عصير، او البتاع اللي هو الكنتالوب اعمله عصير، الفراوله، الجوافه، الحاجات ديت لو جبتها اجيب كميات بسيطه عشان اعملها عصير بس. انما اجيبها ناكلها ولا كده استحاله. لان احنا بنفطر الفطار اللي هو على كده خلاص. ممكن بقى ناكل قطايف، جلاش، كنافه، حاجات من دي، حلويات بس. لكن تقولي لي فاكهه في رمضان استحاله. ممكن في ناس بقى عشان خاطر اللي عندهم ربنا يخلي اولاد بيجيبوا لعيالهم، ممكن العيال بقى بتسحب والحاجات دي طول النهار، فايه بيجيبوا فاكهه وكده. انما انا لا، ما بعدتش بجيبها وما عدتش هجيبها. لما رمضان يخلص بقى بالسلامه نبقى نرجع نجيب الفاكهه بتاعتنا عادي خالص، لان الرشاد جوزي بيعشق حاجه اسمها فاكهه. لكن في رمضان صراحه والله ما بنلمسها خالص. المهم انتوا عارفين انا الكلاكه ما بصدق افتح الكاميرا عشان افضفض معاكم. انا طول النهار قاعده لوحدي، رشاد في الشغل وانا قاعده في الشقه لوحدي، استحملوني بقى، ما عرفتكم اهو. المهم تعالى بقى نشوف المشتريات بتاعتي. انا مش جايبه حاجات كتير ولا حاجه، لان طبعا اللي بتكتر الحاجه الفاكهه. فقلت بقى اوريكم كده المشتريات بتاعتنا البسيطه وكده. جبت كيلو ونص جزر. كان الكيلو ب5 بقى الكيلو ونص ب10. يعني شريعة الكيلو ونص ب10. كان الكيلو ب5 الاول، وكان الكيلو وربع كمان. ولكن الراجل اللي انا بجيب منه ده الجزر بتاعه مسكر عسل نحل صراحه، بيبقى جميل قوي. ساعات كده كنت بقرش منه كده، بس طبعا في رمضان لا، انا جايبه لي البسله وكده اهو. حبايب قلبي جزر زي العسل. مش عارفه رشاد ما تجيب الكاميرا سيكه قدام كده عشان خاطر مش كل شويه انت بتعدلها وانت نايم. نايم على الكنبه، اللي في بالكم انا بقول لكم نايم على الكنبه وبيعدل البتاع وهو نايم. ماشي. المهم جبت الجزر اهو، جزر زي العسل بيبقى جميل قوي مع الناس دي. كيلو ونص ب10. جبت كيلو ونص ب10. الليمون عندي، الليمون بقول لكم الليمون وبمسك الشطه في ايديا طبعا، ده عشان خاطر انا لسه مطبقه ما نمتش. ما علينا. جبت ربع كيلو ليمون ب5 جنيه، نص كيلو من سعر 20. انا بحب الليمونه الكبيره الصفراء. جبت ربع كيلو ب5 جنيه، لان عندي برضو في التلاجة لسه. وجبت شطه، طبعا كالعاده يعني الرشاد ما بيعرفش ياكل السلطه غير بشطه. جبت له ربع كيلو ب5 جنيه. الشطه دي انا ضايقاها لقيتها موحوحه اهي. دي ربع كيلو ب5 جنيه يا حبايبي. مبحبش انقي التخينه، في ناس بتنقي التخينه الطويله قوي ديت. طبعا لو انت كسرت واحد مش هتقدري تستخدميه كلها، لا. بحب اجيب الواحد كده يا دوبك على قد الاستخدام على طول. ماشي. يبقى دي الربع ب5 زي الليمون. وجبت برضو فلفل الربع ب5 برضو. جبت فلفل الربع ب5. الطماطم اللي شدت حيلها شويه كده بس. يلا جبت الفلفل اهو،
مشبح باحمر كده عشان بحب اعمله ساعات للايه البدنجان وكده. ده الربع كيلو ب5 جنيه. جبت ربع كيلو بس عشان برضو عندي في التلاجة اهو. يا الله. دي الفاصوليا الخضراء طلعت، بما ان هي لسه اول مره تطلع عن السوق ده. طبعا هي موجوده في طنطا من زمان، لكن عندنا هنا في الارياف لسه طالعه كده. جبت ربع كيلو ب10 جنيه. ايوه زي ما سمعتوا كده، ربع كيلو ب10 جنيه. يعني لو اسره مكونه من 5 افراد طبعا هتجيب نص كيلو ب20 جنيه. اهي فاصوليا اهي. ده اللي قولوا معايا الربع كيلو ب10 جنيه يا حبايبي. بس منقياها واحده من واحده بصراحه. كانت السوق اللي فات بس الله المستعان كانت بايظه خالص، والربع ب10 برضه. فلما لقيتها حلوه كده جبتها بقى ايه، جبتها السوق ده. جبت ربع كيلو ماشي. جبت الخيار. جبت الخيار الكيلو وربع ب15، يعني الكيلو ب12 جنيه. كيلو وربع ب15. عارفين انا مبحبش الخيارة الصغيرة. الخيارة الصغيرة بتنشف في التلاجة، متلاقيش فيها كده قلب وما تلاقيش لها طعم. فلما تجيب الخيارات تجيبيها اللي هي الايه الوسط، متجيبيش لا الكبيرة اوي اللي فيها لب من جوه، ولا الصغيرة اللي بتنشف في التلاجة. الخيارية الوسط ديت تبقى زي العسل، شايفين عسل كده، تبقى من جوه حلوة بقى وطعمها ايه بيبقى مسكر. جبت كيلو وربع. كيلو وربع بايه ب15 اهي اهو حبايب قلبي. الخيار بتاعي شايفين. بحب الاقي الحاجه كلها مساء واحد، مبحبش حاجه كبيره حاجه صغيره. مين زي يكتب لي في الكومنتات. المهم جبت كيلو الا ربع بدنجان عشان برضو نقليه في رمضان ما تكتروش الحاجه. انا كنت بجيب الكيلو ونص وبجيب ال2 كيلو عشان خاطر ممكن نقلي كل في الفطار وفي الغدا او في العشاء. انما طبعا في ايام الصيام ده ما تكتريش من الحاجه. جبت كيلو الا ربع ب5 جنيه، يعني الكيلو ونص بايه، الكيلو ونص ب10. في البدنجانه لما تبقى سودا قوي كده غطسه في السمار كده وبتلمع تبقى البدنجانه من جوه قلبها زي القطنه. انما لما تجيبيها محمره شويه تبقى ساعات فيها بذر. ماشي يا حبايب قلبي. جبت كيلو الا ربع اهو. كيلو الا ربع ب5 جنيه، يعني الكيلو ونص ب10 اهو حبايبي. لو كله مساء واحد. انا كده ما بحبش اشتري الحاجه الا لما ايه، لما كلها تبقى مساء واحد كده. وجبت كمان ربع شطه عشان خاطر بابا وكده هو اللي يشتري لي. تعالوا بقى على الطماطم المجنونه. طماطم المجنونه جبتها النهارده. هي بتتباع الكيلو وربع والكيلو ونص والاتنين ب15. انا جبتها بكيلو ونص. طبعا عشان افتح الكيس عايز معجزه. شفت لما بقدر اشوف فتح لي الاكياس عشان خاطر بس ما تاخرش على الجماعه وكده. ها حبايبي. وجبت برضو كميه طيبه، جبت 8 كيلو طيبه اهي. الكيلو ب5 جنيه الطيب. بس انا بصراحه الست ده حسبتها لي على الكيلو وربع ب5، يعني ب4 جنيه. جبت 8 كيلو ماشي. جبت 8 كيلو ب4 جنيه. ديت جامده بقى. جبتها للسلطه كيلو ونص بس عشان خاطر برضو ما تتبقاش على الدقاق. كلها بسم الله ما شاء الله مساء واحد وكلها جامده زي الحديد. دي كيلو ونص ب10. والطيبه كيلو وربع ب5. جبت 8 كيلو هوريها لكم في اخر الفيديو، بس انا مسويها على البوتاجاز جوه. بجيبها واخرطها وايد عليها على البوتاجاز، وبعد ما تدبل خالص اصفي الميه منها ارميها، وبعد كده اضربها في الخلاط تبقى عندي تقيله وزي العسل. جبت فراوله كيلو ب15 جنيه. نقول يا رشاد الملوخيه اللي عندك دي كده والخضار. فراوله بقى منقياها واحده بواحده. فراوله منقياها واحده بواحده بصراحه. شايفين الفراوله عامله ازاي، كلها عسل ازاي، بسم الله ما شاء الله. الست كانت بتتنطط وقلت لها ما اقدرش اخدها من اللي انت بتعبيها دي، لان ساعات بيبقى فيها واحده بايظه تبوظ لي الكيس كلها. قلت لها لا انا هنقيها ان شاء الله تغلي فيها مش مشكله. هي ادتني صراحه ب15 جنيه زيها زي الناس يعني ايه، بسم الله ما شاء الله كلها زي العسل. يا حبايبي كيلو ب15. جبت كيلو واحد بس عشان خاطر بقول لكم ما بكترش فاكهه وكده. ديت عشان خاطر العصير ما بناكلهاش برضه.
جبت ربطتين جرجير عشان خاطر النهارده جايبه سموكه، بس جايبه السمك بقى مشوي جاهز، يعني رشاد هيجيبه لنا وجاي في السكه مشوي جاهز ماشي، عشان خاطر برضو انتوا عارفين الواحد هبط، والله هبط الساعه 5 في السوق يا جماعه اهو. ده جرجير ربطتين، الربطه بجنيه. وجبت ربطه بقدونس على شبت، الربطه بجنيه ونص، مع ان انا مستغليها يعني حاسه ان هي بجنيه، بس هي ادتني بجنيه ونص. وجبت ربطه خس، الربطه ب5 جنيه. ربطة خس فيها 3 خصايات كده، الربطة دي ب5 جنيه ماشي. وجبت بقى توم، يا بابايا جبت توم من عم ابراهيم. انتوا عارفين عم ابراهيم اللي انا صورت لكم، صورته معايا فيديو قبل كده، واللي انا دايما بقول لكم هو بيعزني في الله كده وانا بعزه في الله. جبت منه 4 كيلو توم ب20 جنيه، الكيلو ب5 جنيه. التومه الحمراء دي، شايفين التومه طبقها حمرا كده والفص بتاعها كبير، دي بسم الله ما شاء الله بتعيش عندي من السنه للسنه. انما التومه البيضه بتفرغ على طول، فلما تحب تخزنه مخزن التوميه الحمراء، هي راسها حمراء وصغيره شويه، ما تجيبيش برضو الكبيره قوي عشان الكبيره بتفضى على طول. انما انا جايباها، شايفين يعني شايفين الراس عامله ازاي صغيره، استنى صغيره، وفي نفس الوقت الفص بتاعها كبير مش صغير، يعني لا بسم الله ما شاء الله الفص بتاعها حلو. ده الكيلو ب5 جنيه، كان الكيلو الكيلو كان في اول ما طلع الثوم كان الكيلو ب5 برضه، بس كان من هنا اخضر، كنت بتوزني الكيلو يطلع معاكي 5 6 وحدات او 7 بكتيره. انما دلوقتي ما شاء الله ال4 كيلو، شايفين ما شاء الله كميه برضه اهو، جايبه شرشين كبار اهما. فدولت بكام؟ ب20 جنيه، قطعين 20 جنيه ماشي. وجبت ملوخيه ناشفه بقى عشان خاطر الملوخيه الناشفه ديت انا بموت فيها يا جماعه، عن الخضره كمان صراحه، جوزي يحب الخضره انا احب الناشفه. دي الربع كيلو ب25 جنيه، الكيلو بقى ب100 جنيه. ولكن الست ديت بصراحه تعتبر يعني الملوخيه بتاعتها لا يعلى عليها، كانت بنت عمي بتعمل كل سنه بس ما عادتش بتعمل صراحه. والست ديت ايه برضو الملوخيه بتاعتها تحس انها خضره، يعني هي ناشفه وبتيجي تعملوها تلاقيها خضره ما شاء الله، جميله جميله جميله. ده ربع كيلو ب25 جنيه، تاخدي منه الكبشه كده وتعملها بتبقى سكر كده وبتبقى تقيله، يعني النوعيه ديت برضو حلوه. دي الربع كيلو ب25. وجبت كرومبه اهو بسم الله ما شاء الله برضو من الحاج ابراهيم، شايفين بترن ازاي، مش مكتومه ولا حاجه، ترن على ما تخبط عليها كده وتلاقيها بترن، تلاقيها خفيفه وحلوه وهشه وفاضيه من جوه، مش كلها كده كلاكيع وبتاع كده من اللي بيبقى جواها مزنبخه ولا الحاجات دي. فما تطبلي عليها كده تلاقيها خفيفه وحلوه. الكرومبايه ديت ب10 جنيه ماشي. ايه تاني؟ جبت بقى نص كيلو كنافه، في شاب كده بيجي في السوق بسم الله ما شاء الله حاجته نظيفه جدا، بيبيع بقى كنافه وقطايف وجلاش، الحاجات دي كلها بتبقى معاه. جبت اهوت كنافه نص كيلو طريه زي العسل، ده نص كيلو. وجبت منه نص كيلو ده جلاش من اللي انا كنت عاملاها معاكم في حلقه قبل كده صينيه ده نص كيلو جلاش برضه، نص كيلو جلاش. ده النص ب15 وده النص ب15، يعني الكيلو كنافه ب30 وكيلو الجلاش ب30 وكيلو القطايف ب30 برضه نفس الحكايه ماشي يا حبايب قلبي. دي مشترياتي كلها، ما جبتش حاجه تانية. الطماطم الطيبه بقى هنخش نشوفها كده في الحله جوه على البوتاجاز، ويبقى كده الفيديو بتاعنا انتهى. يلا تعالى نشوفها مع بعض. ها يا حبايب قلبي بقى الطماطم بتاعتي بسم الله ما شاء الله حطيتها في الحله الكبيره بتاعتي خالص. ها يا حبايب قلبي شايفين بسم الله ما شاء الله اللون بتاعها، بطفى عليها بقى وتهدى خالص، والميه اللي بتتبقى فيها دي بصفيها مش محتاجاها في حاجه. وبعد كده بضرب الطماطم في الخلاط تبقى معايا زي العسل بقى، وما فيهاش بقى يقولوا معايا تفل ولا اي حاجه. انما لما تضربيها وهي طريه من غير ما تستوي بتبقى كلها تفل وتعوز تصفى وتهدر منها ياما. فصدقني مشي بالطريقه بتاعتي دي احلى طريقه. يا رب الفيديو بقى يكون عجبكم يا حبايب قلبي، حطوا لي اللايك والاشتراك اللي ما اشتركش، وقولوا اكتر حاجه النهارده عجبتكم في الحلقه، وقولوا لي كده بتروحوا السوق متاخر ولا بتتكلموا معايا كده يا جماعه، فرفشوا معايا كده، انا بحب اتكلم معاكم. ربنا يديمكم نعمه في حياتي ويخليكم ليا يا رب العالمين، ويسعدكم
تحققوا كل اللي بتتمنوه. حطوا لي اللايك والاشتراك اللي ما اشتركش. والله حبيب قلبي مع الف سلامه.